معكم أميرة شايشة. يا مساء الفل عليكم وعلى كل مستمعينا الكرام في كل مكان. اهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجكم هي وهي. يا مسا الجمال على بعيون جمال اللي ما سألش عني من ليالي ولا بسؤال. مش هاين عليا ما تكونش قصاد عينيا، لما بتغيب شوية بيبقى قلبي حاله حال. انا ما بشتكيش وانت عارف كويس اني في النكد ماليش، انا بس بقولك بطل تطنيش لو ما ومعاكم مستمرين من دلوقتي ولغاية الساعة 8. معاكم على هندسة الهواء زميلي محمد إبراهيم، وأكون معاكم لآخر الفترة أميرة شايشة. انت ماليش وابقى تعالى مرة، تعالى لحظة، تعالى والنهارده موضوع حلقتنا جريء جدا. يعني هو احنا دايما متعودين من اول ما بدأنا حلقات برنامج هي وهي واحنا بنطرح بعض الموضوعات اللي يمكن بنخاف ان احنا نناقشها. النهارده موضوعنا عن التحرش، وسؤالنا عن التحرش النهارده لكل هي. بسألك وبقولك يا هي، هيبقى ايه موقفك لو تعرضتي للتحرش لفظي او جسدي؟ هل عندك الجراءة تاخدي حقك بالقانون ولا عندك تصرف تاني؟ هو ده سؤال حلقتنا. عايزين نعرف منكم ومن كل واحدة بتسمعنا دلوقتي، يا ترى لما تعرضت لموقف خاص بالتحرش إذا كان لفظي أو جسدي. طب هتسألوني إيه هو التحرش برضو عشان نكون متفقين معاكم على مفاهيم معينة. التحرش هو التعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة. يعني ممكن من غير أي كلام يبقى فيه إشارات مخالفة، أو ممكن يقول ألفاظ جنسية أو إيحاءات، أو ممكن يعمل بقى ويحاول إن هو يتقرب شوية من شوية، أو إن هو يلمس أماكن من جسد أي فتاة أو سيدة. طبعا ممكن أي واحدة فينا معرضة طول ما هي بتنزل الشغل، بتنزل السوق، بتروح لوالدتها، بتفوت في أي مكان، معرضة إن هي يحصل ليها أي نوع من أنواع التحرش. لكن يا ترى موقفك هيكون إيه؟ طب وموقفك ده لو عملتيه يا ترى أخبار المجتمع اللي احنا عايشين في وسطيه إيه؟ يا ترى موقفه هيكون إيجابي ولا سلبي؟ سألنا السؤال ده على متابعين وأصدقاء البرنامج على الفيسبوك على صفحة هي وهي، وخدنا مجموعة من الآراء هنقولها لكم، بس نروح لفاصل ونرجع لكم على طول. هي وهي. هي أسمى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.